تتوقعوا. السعودية تعظيم سلام من غير كلام. صراحة المنتخب السعودي تحية وإجلال لهذا المنتخب على اللي عمله اليوم واللي قدر يعمله. خلونا نتكلم عنه. يلا نبدأ. بس قبل ما نبدأ يا جماعة الخير، وصلونا لل 10,000 سبسكرايب قبل ما يخلص المونديال. وكمان ما تنسوش اللايك، وعلى بركة الله نبدأ. شوفوا يا جماعة الخير، أنا زيكم زي أي حدا، يعني من غير بقى نلف وندور. كلنا يعني أنا واحد من الناس كنت أقول يا رب 1-0 2-0 ها حلوين، لو طلعنا لنا بنقطة منهم كمان قدرنا نتعادل معاهم وننكد عليهم وننكد على ميسي أبو البلنتيات تبعهم، هذا نقتنص منهم نقطة وننكد عليهم. ألف شكر، حلوين برضو، أحلى من كده ما فيش. بس إنه السيناريو اللي صار خرافي، خرافي بمعنى الكلمة. يعني اللي صار اليوم بأكد، يعني فيش حاجة اسمها فريق كبير، فيش حاجة اسمها منتخب صغير، فيش إشي. أرض الملعب هي اللي بتحكم يا صاحبي، أرض الملعب. طبعا السعودية اليوم فازت على الأرجنتين مش إنه بالصدفة، ولا إنه الحكم خوز معاهم، ولا بلنتي إجاهم وكسبوه، ولا لا، كانوا ند بند للأرجنتين. كانوا بيلعبوا كأنه راس براس للأرجنتين. حتى يعني الشوط الثاني تحس السعودية كانت الأرجنتين. في البداية وأنا بشاهد المباراة كانت الأمور ماشية وتمام عادي، وأعصابي باردة وحلوة، ويلا ندافع. إذا سابوا الكرة، إذا قدرنا ناخذ منهم الكرة بنعملنا هجمة مرتدة نخوفهم فيها، والأمور ماشية والأعصاب باردة عادي. يعني إحنا بنلعب قدام الأرجنتين، يعني سعودية وأرجنتين يعني. برضو الأرجنتين يا جماعة الخير بدناش نضحك على بعض. ما حدش يطلع يقول لي لقيتها السعودية وأنت بتقلل من المنتخب السعودي. لا يا عمي، بس برضو الأرجنتين، السعودية اليوم عملت مباراة خرافية نشهد كلنا. بس برضو الأرجنتين، وكلنا عارفين إيش يعني الأرجنتين، يعني أحد المرشحين على اللقب. والأمور ماشية وتمام التمام. بدأ الشوط الثاني السعودية ضاغطة. والله السعودية بتلعب حلو يا أولاد، هي ماشي، مشيت الأمور تمام. ميسي مش مبين، الأرجنتين كلها مش مبينة. هذا الهدف الأول. إيش اللي بتقولوا يا أولاد؟ تعادل. الأعصاب طبعا بدأت تفرط، وخلص الموضوع حمي وصار كأنه أنا اللي بلعب. صراحة أقسم بالله يعني مش عارف إيش الشعور اللي صار عندي وقتها، وانشديت هيك للمباراة، ولا ويا حكم وشوت هناك وودي هان. الأمر كان رائع جدا. وإجا الهدف الثاني كمان، الهدف الثاني مزيكا. الهدف الثاني مزيكا، يعني بنكتب عنه روايات وحكايات. الهدف الثاني هدف مساوي بس بالطريقة السعودية، لمنتخب السعودية، للمنتخب اللي أقسم بالله عمل معجزة اليوم. عمل معجزة يعني اللي صار اليوم. والله إيش بدي أحكي مش عارف إيش بدي أحكي أقسم بالله. اسمعوا عيني. في أذكى من كده، في أحلى من كده من وجهة نظري. هذا هدف البطولة، خلص هذا أجمل هدف في البطولة، محدش يناقشني. هذا أجمل هدف في البطولة. والحلو في الموضوع كمان مش إنه إجا الهدف الأول يلا نرجع هاي تعادلنا خلص نسكر عليهم ونحاول إنهم ما يهجموش أو ما يسجلوش، واللي بده يسجل نطقه. لا، الأمور ماشية وإجا الهدف الثاني، وكمان قاعدوا يدوروا على الثالث. يعني مش إنه كمان إجا الثاني وفزنا يلا نرجع نسكر. لا، الدفاع كان بقاتل يعني. عن جد عن العرين، عن جد عن العرين. الحارس عمل شغل جبار جبار. يعني الحارس والدفاع اليوم كانوا زي الصخور واقفين، زي الصخور، شجاعة. كانوا في قتال تحسهم مش في مباراة، في قتال. الحارس صد كور، في الكرة هاي اللي صدها طلعها من خط المرمى، والكرة الثانية اللي مش عارف كيف مسكها أصلا اللي جت بالراس. يعني عمل شغل جامد جدا جدا اليوم الحارس. بس برضه نرجع ونقول الهدف الثاني مزيكا. هدف مساوي بأقدام سعودية يا عمي، هدف خرافي. المباراة هذه يعني إيش ما بدي نحكي عنها قليل، هاي لسنين حنقعد نحكي عنها. أي مباراة حنحكي عنها حنقول بتتذكروا مباراة السعودية والأرجنتين. أي حاجة في الكرة حنحكي عنها حنقول بتتذكروا مباراة السعودية والأرجنتين. الإشي كان لا يوصف، شعور لا يوصف. بعدين اقسم بالله انا بشكر المنتخب السعودي اليوم. انا فهمت ايش يعني مصيدة التسلل، وعرفت ايش يعني مصيدة التسلل. طبعا تقنية التسلل الجديدة هذه لها حلقة لحالها، استنوها. وكله كان كوم، والوقت الضايع كوم تاني خالص. الوقت الإضافي هذا اللي وصل حوالي ربع ساعة، مش عارف ليش هالقد الوقت الإضافي صار. ماشي إحنا فاهمين إنه صاروا يحسبوا كل ثانية بتضيع في المباراة، بس مش لهالدرجة 8 دقائق و9 دقائق. والسعودية، مباراة السعودية والأرجنتين اليوم حوالي ربع ساعة. يعني أشواط إضافية هدول بيلعبوا، مش أوقات إضافية. شوط إضافي بيلعب كتير.
السعودية كانت تلعب اليوم مع فريق زي الخليج مش الأرجنتين، كان ممكن يتعادلوا والله سطر الحمد لله. تعادل بولندا والمكسيك كمان فرحنا اكتر واكتر، يعني ان شاء الله هيك بيعطينا امل بزياده للسعوديه، ان شاء الله الارجنتين كمان بتنغلب كمان مباراه، والسعوديه بتفوز كمان مباراه وخلص تطلع دور ال 16، بعدين احنا بنتكفل في الباقي. كمان تعادل تونس مع الدنمارك اللي كانت تعادل ند بند للدنمارك كانت تونس، وقدرت تقتنص منها نقطه، وان شاء الله بكره كمان المغرب بتفرحنا بزياده وبتقتنص النقاط من كرواتيا، بكفي لحد الان. شكرا لكم، ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. سلام.